النهاردة الفيديو بتاعنا مهم للغاية. أول حاجة أنا أسفة على المنظر، بس لازم طبعا كنت أعمل الفيديو ده لأن الموضوع انتشر بطريقة رهيبة جدا، وأكتر من حالة وأكتر من سلحفة بيحصل لها الموضوع ده. طبعا عمرك فكرتي في يوم من الأيام إن أنت تصحي من النوم تلاقي السلحفة بالمنظر ده؟ للأسف الشديد بتحصل كتير جدا. هنا طبعا حد كان مشير على الفيس إنه بيلاقي كل يوم كانوا بيسيبوا السلحفة في البلكونة، وكانوا بيلاقوها خايفة كل يوم الصبح، والنهاردة لقوها بالمنظر ده، الصدفة بتاعتها متاكلة بالمنظر ده. دي روح واحنا هنتحاسب عليها يا جماعة. طبعا مش دي الحالة الوحيدة، بالعكس ده في حالات كتير جدا بتتعرض لنفس المشكلة. هنا طبعا حالة تانية وسلحفة تانية ايديها متاكلة، ايديها الاتنين متاكلين بالمنظر ده. وطبعا يعني ايه السبب يا طنط نانا؟ نصلي على سيدنا محمد الاول وهقول لكم على العلاج، وازاي نقدر نحافظ على السلحفة ونوفر لها مكان امان، عشان دي روح وهنتحاسب عليها يا جماعة. ما ينفعش كده طبعا. صدفة السلحفة وايدين السلحفة واظافر السلحفة يعني جزء من جسم السلحفة، ما ينفعش خالص ان احنا نهمل فيه بالطريقة دي. طبعا انا جات لي حد دخل سألني وقال لي لو سمحت السلحفة بتاعتي الفار دخل عليها وكلها وعضها في ايديها وعورها، وانا نزلت للدكتورة عشان اعالجها، والدكتورة كتبت لها على مضاد حيوي وإبرة مضاد حيوي ورش مضاد حيوي، والخطة ان هي تمنع اكل عن السلحفة لمدة اسبوع. يعني الكارثة ان هي الدكتورة بتقول لها حاجة زي كده. انا مش فاهمة ايه السبب و... وايه الغرض ان احنا ان نمنع اكل عن سلحفة مريضة مجروحة محتاجة غذاء عشان الجرح يلتئم، نقول نمنع اسبوع؟ انا مش فاهمة ايه الغرض يعني، ما انا مش عارفة بصراحة. وهي سألت دكتورة تانية، فالدكتورة قالت لها لا خليها تاكل عادي، فبتقولي حضرتك شايفة ايه؟ فانا قلت لها لازم تاكل وتشرب. قالت لي طيب هي لو رافضة الاكل والشرب، مع العلم انها كانت بتاكل بشكل طبيعي قبل ما تتعور، دلوقتي رافضة طبعا من الحقن اللي هي خدتها، وكمان خايفة مكان طبعا ما الفار دخل عضها في ايديها، فالسلحفة اكيد هتخاف فهتفضل منع الاكل. يا جماعة احنا لما نجيب كائن لازم نوفر له الامان. يعني ايه الامان؟ يعني انا عارفة ان عندي فران بتطلع في البلكونة او في المسقط او في الشقة، لازم اعمل بيت خشب بضرفة سلك واحط السلاحف فيها واحميهم من حاجة زي كده، ما نخليهمش تتعرض لحاجة زي كده ونشيل ذنبهم بقى طول العمر. وممكن سلاحف كتير بتموت لان الفئران بتاكل الصدفة بتاعتها كاملة، فالسلحفة بتموت. طبعا هي اما ابتدت تعمل لها بيتادين، طبعا احنا بنطهر اي جرح في صدفة السلحفة ببيتادين، وبعدين بنبتدي نستخدم الرش ده. هنا طبعا السلحفة لما كانت بتاكل وكانت كويسة، كان بتاكل كويس وما فيهاش اي مشكلة. وهنا طبعا بعد العلاج هي حطيتها في كرتونة وابتدت اهو، حتى العلاج لسه على ايديها يعني، مكان البخاخ المضاد الحيوي. بس الحمد لله والشكر لله ان الجرح نشف زي ما حضراتكم شايفين كده. في احيانا بيبقى جرح صعب وكبير وصعب انه يخف بسهولة لما بتكون اكلة معظم الصدفة. يعني هي طبعا هنا السلحفة يا حبيبتي كلت اظافرها، وانتوا عارفين الاظافر بالنسبه للسلحفه زي ايدينا بالظبط، بتقطع بيها الاكل وبتسند بيها الاكل، بتحفر بيها، بتعرف تتسلق بيها، فكده عملت لها اعاقه زي بالظبط اما يكون حد ايده مقطوعه. السلحفه الوقتي بقت عامله كده. فاحنا يا جماعه نراعي ربنا في الكائنات اللي عندنا ونتقي الله. طبعا لو حصل عندنا حاجة زي كده والفار أكل صدفة السلحفة أو أظافر السلحفة أو أي حاجة من السلحفة، بنستخدم البخاخ ده. البخاخ ده كويس جدا، مضاد حيوي ممتاز جدا، بيساعد على التئام الجروح وبيقتل أي بكتيريا. فعشان كده ما شاء الله عليه بيجيب نتيجة كويسة جدا. طبعا احنا بنجيب معلقة بتادين على معلقة مية معقمة ونطهر بيها الجرح الأول، وبعد كده بنبتدي نستخدم البخاخ ده تمام لغاية ما الجرح ينشف، وبعد كده ان شاء الله السلحفة ترجع احسن من الاول. بس طبعا ما نرجعش نحط السلحفة في نفس المكان اللي كانت فيه تاني، عشان اكيد طبعا ممكن يحصل لها الحادثة دي تاني. بنجيب بيت خشب بضرفة سلك
وبنحط السلاحف فيها، وبنتقي الله يا جماعة عشان دي روح وهنتحاسب عليها. السلام عليكم.